هوب يا ريس كل البيبان بتقفل عليهم، ومن هنا بيبدأ العد التنازلي لنهاية الثاندر بولز. حبيب قلبي عامل ايه؟ اعلان ثاندر بولتس لسه نازل، وانا بصراحه يعني ما كنتش في انتظار الاعلان ولا الفيلم حتى، عادي يعني، بس يا ريس لما شفت الاعلان قلت لا، هنا لازم نعمل وقفه بقى. واللي هي دي عارفينها دي وقفه من دي فتعالى لي كده عشان نشوف الاعلان ده بيقول ايه، وما تنساش لايك الكلمتين والسبسكرايب الجميل واعرني انتباهك. في مؤتمر سان دييجو كوميك كون 24 اللي كنت عامل لك ليه تغطيه كامله، خلي بالك، وهتلاقيها موجوده في الاي اللي فوق دي، شفنا اعضاء تيم الثاندر بولتس اون ستيج، وعرفنا حبه اخبار عن الفيلم، زي مثلا ان الفيلم هيكون في نفس الفايب بتاعت فيلم كابتن امريكا ذا وينتر سولجر، وبرده نفس الفايب بتاعت فيلم سيفل وور، وغير كده كمان كان في تلميحات ان باكي بارنز اي ذا وينتر سولجر هيبقى هو الليدر بتاع فريق الثاندر بولتس، وبرده من كلامه في المؤتمر بيبقى في تلميحات كده ان هو شكله هيريح في الفيلم ده. فيا ترى يا حب في اعلان الفيلم اكدوا لنا اي حاجه من كل الكلام اللي اتقال على الفيلم ده؟ ادينا هنشوف الاعلان ونتاكد. بس قبل ما نشوف الاعلان انت اكيد سالت نفسك سؤال وقلت هما مين الثاندر بولتس دول اصلا؟ بص بقى يا ريس، الثاندر بولتس دول فريق معظمه بيبقى من الفيلنز، واول ظهور للفريق ده في الكوميكس كان في العدد 449 من انكريدبل هالك، والفريق ده يا حب على مدار الكوميكس كان منضم ليه ناس كتير قوي، زي مثلا ابومانيشن وريد هالك وديد بول وهوك اي، بس احنا النهارده هنتكلم عن الاعضاء اللي ظهروا معانا في الاعلان لحد دلوقتي، ومع اني كنت قايل لك قصتهم كلهم في الفيديو بتاع قصه كابتن امريكا كلها، بس تعالى افكرك بيهم كده في السريع. يلينا بيلوفا اخت ناتاشا رومانوف اي بلاك ويدو، واول ظهور ليها كان في فيلم بلاك ويدو، وبنعرف ان هي حساسه اكتر من ناتاشا، وعندها كونسبت الفاميلي ده في العالي منه قوي، ده غير كمان ان احنا نقدر من هنا ورايح نعتبرها البلاك ويدو الجديده في عالم الام سي يو. اليكسي شوستاكوف اي ذا ريد جارديان، واول ظهور ليه كان في فيلم بلاك ويدو برضه، وبنعرف ان هو اول سوبر سولجر روسي، والمفروض ان هو يبقى ابو ناتاشا رومانوف ويلينا بيلوفا، بس يعتبر ابوهم كده وكده مش حقيقي، لان زمان وهو شاب الجيش الروسي جاب ناتاشا وجاب يلينا وجاب الست دي وخليهم يبقوا عيلته، كأن هو جوز الست دي بقى ومخلف البنتين دول وبتاع، عشان هو هيبقى في امريكا ومحدش يشك فيه. فالحوار ده كله كانت ناتاشا فاكراه من وهي صغيره، وعارفه ان هم جواسيس، انما يلينا من وهي صغيره ما كانتش فاكره حاجه، وكانت عايشه حياتها كأن هم دول ابوها وامها عادي، فعشان كده هي متعلقه بكونسبت العيله قوي. انطونيا دريكوف اي تاسك ماستر اللي ظهر معانا برضه في فيلم بلاك ويدو، ودي يا حب تبقى بنت جنرال دريكوف اللي كان رتبه عاليه قوي في الجيش السوفيتي، وبعديها بقى ماسك مشروع الريد روم، وهو ده البروجكت اللي البلاك ويدوز بيتدربوا فيه من وهم صغيرين عشان في المستقبل يقوموا بعمليات الاغتيال في العالم كله. فراجل زي ده هو يعتبر كبير البلاك ويدوز اصلا، فكان لازم يعمل ليه سيكريت ويبون، والسيكريت ويبون ده يا حبي بيبقى بنته انطونيا اللي بيحولها ويخليها تاسك ماستر. وتاسك ماستر ده يا حبي، وخلينا اتكلم معاك بصيغه الراجل لانه في الكوميكس كان مذكر عادي، وعشان الفيمينيزم والكلام ده مارفل خليته انثى مؤنثه. كنا فين بقى؟ المهم يا حبي ان تاسك ماستر ده متبرمج ان هو يقلد حركات السوبر هيروز كلهم. فاكر ايرون مان كده لما حلل بيانات الفايت اللي كانت بينه وبين كابتن امريكا؟ تاسك ماستر بقى اوريدي البيانات دي موجوده عنده، وعشان كده فيلم بلاك ويدو شفناه بيقلد حركات كابتن امريكا ووينتر سولجر وبلاك بانثر وبلاك ويدو وكمان سبايدر مان. فكاركتر زي ده اكيد كاركتر جامد، بس للاسف الحلو ما يكملش، لان في الفيلم كان يعتبر سايد فيلن مش الفيلن الاساسي، بلس بقى ان لقطاته ما كانتش كتير، ولقطات تقليد السوبر هيروز دي كانت سريعه وممكن ما تلمحهاش من اول مره. المهم ان في اخر الفيلم يلينا وناتاشا بيقتلوا دراكوف وبيخلصوا الويدوز منه، وكمان بينقذوا انطونيا اي تاسك ماستر. افا ستار اي جوست اللي كان اول ظهور ليها في فيلم انت مان اند واز، ودي يا حبي بيبقى عندها القدره ان هي ترندر نفسها، بمعنى ان هي تبقى مختفيه او مذبذبه كده. بلاش يا سيدي، فاكر فلاش كده لما كان بيفيز، لما كان بيدخل ايده كده في وسط الحيطه، هي كمان بتفيز زي فلاش كده بالظبط. Give me that. المهم ان في اخر الفيلم بنشوف ان جانيت بيم بتشفيها من الحوار اللي عندها ده، او بتخليها تعرف تتحكم فيه. جون ووكر اي يو اس ايجنت، واول ظهور ليه كان في مسلسل فالكون اند ذا وينتر سولجر، وكان هو كابتن امريكا الجديد بعد ستيف روجرز، لان سام مرضاش يبقى كابتن امريكا وسلم الشيلد للحكومه، اللي جابت جون ووكر اللي كان جندي على اعلى مستوى وخلته يبقى كابتن امريكا الجديد. المهم ان الموضوع ده ما مشاش معاه، واضطر ان هو ياخد مصل الجندي الخارق اللي لعب في اساسه وبوظ له مخه وخلاه قتل واحد من عصابه الريد فلاجز على الهوا، والكلام ده كان قدام الناس، وده اللي خلى سام يفايت معاه هو وباقي ورجعوا الشيلد.
وبعديها جون اتقدم للمحاكمه واتفصل. المهم ان اخر حاجه عرفناها عنه ان هو قابل فالنتينا أليجرا، وكمان فالنتينا جندته وخلته يبقى US ايجنت. واخر ممبر في الثاندر بولتس اللي ظهروا معانا في الاعلان هو باكي بارنز AKA ذا وينتر سولجر، اللي اكيد مش هحكي لك قصته لانك لو مش عارفها فانت كده في المكان الغلط يا مان، ومحتاج تروح تشوف فيديو بريك داون قصه كابتن امريكا عشان تفهم الدنيا، عشان لو انا قعدت احكي الحوار كده هيطول مني. وبكده يا حب انت اخدت فكره عن اعضاء الثاندر بولتس، فاظن لو كنت طولت عليك بس عشان واحنا بنتكلم عن الاعلان تبقى مجمع الدنيا معايا. اول الاعلان بنشوف يلينا وهي بتخبط على اليكسي وهو بيبقى فاكرها بتاع الدليفري، لحد لما سمع صوتها وقام ظبط نفسه في السريع كده وفتح لها وبيقول لها معلش اتاخرت عقبال ما افتح، كان معايا تليفون مهم قوي من سويسرا. وهنا هو بيرسم نفسه قدامها كانه مشغول يعني، وهو اصلا ولا مشغول ولا نيله، وشكله كده قاعد بيتفرج على التلفزيون وفي اللاله. وبيقول لها بعديها ايه اللي جابك، فبتقول له ان هي مش متظبطه وحاسه بفراغ كبير ومش لاقيه معنى لحياتها، وكل ما بتفكر في الحوارات دي كل ما بتنغمس في الشغل اكتر، وطبعا الشغل ده بيبقى تفجير وضرب واغتيالات زي ما انت شايف كده. المهم يا حب وهي بتقول كده بنشوف ان باكي بيبقى موجود في المحكمه وشكله كده بقى شغال مع الحكومه، وبرضه بنشوف جون ووكر وهو قاعد كده حزين جنب ابنه وبتبقى بيقرا خبر عنه في التليفون عن مصايبه لما كان كابتن امريكا. وبعديها بنشوف لقطه الانفجار والفايتاير اللي لسه موريهم لك. وبعديها يا ريس سيلينا بتوصل مكان غريب كده وداخله بحذر جدا، ومن هنا يا حب احب اقول لك ان احنا هنشوف احلى مشهد في الاعلان. وهنا جون ووكر بيهاجم إلينا بس هي بتفاديه، ودي يا ريس تاسك ماستر واخده صف يلينا عشان هي انقذتها قبل كده زي ما قلت لك. وهنا يا حب دي جوست، وما احلى هذا المشهد الفيزنج الجميل. وفجأة بيظهر لهم الشخص ده اللي بيقول لهم ان هو اسمه بوب، وبيقولوا له مين اللي بعتك؟ قال لهم مفيش حد بعتني، هو انتوا كلكم مبعوتين ولا ايه؟ وهوب يا ريس كل البيبان بتقفل عليهم، ومن هنا بيبدأ العد التنازلي لنهاية الثاندر بولتس. وهنا طبعا بيبان ان هم معمول لهم تراب او فخ، وفي اثناء المشهدين دول بنسمع يلينا بتقول ان هم كلهم عاملين مصايب، فجون ووكر بيقول لها So someone wants us gone. بعدها بنشوف ايفنت كبير موجود فيه السبتر بتاع لوكي، وبيكون مشرف الحفله معانا فالنتينا أليجرا وباكي بارنز. بعدها بنشوف مشهد غريب كده ليلينا وهي بتجري وبعدين بتقع فوق ترابيزه كده عليها ناس، وبيبقى باين هنا طبعا ان ده حلم مثلا او حاجه من هذا القبيل. وبعدها مشهد الحكومه وهي مثبته بوب وهدومه بيبقى باين عليها ان هي متقطعه من الرصاص اللي اتضرب عليه، وعشان كده بنعرف ان بوب يعتبر بوليت بروف. وبنعرف يا حب ان بوب ده هيبقى سنتري، وسنتري ده يا حب تقدر تعتبره سوبرمان عالم مارفل السينمائي لانه عنده كل الباورز بتاعت سوبرمان. والدليل على ان هو سنتري ان احنا بنشوف اللقطه دي اللي بنشوف فيها اللوجو بتاع سنتري اللي بيبقى الحزام بتاعه في البدله بتاعته. المهم ان الكلام اللي موجود على الساحه حاليا ان فالنتينا جابت الثاندر بولتس في المكان اللي موجود فيه سنتري ده عشان يخلصوا عليه وبالمره يخلصوا على بعض، وبرده بعتت الحكومه على هناك عشان لو اتفضل حد برده يخلصوا عليه ويبقى كله بيلطش في كله وتبقى ضربت عصفورين بحجر واحد. وبنحتمل يا حب ان كل الفايتات اللي شفناها دي والمكان اللي اتحجز فيه بوب يكون ده الافنجرز تاور اللي المفروض يتباع، بس الله اعلم لمين. بس انا كنت قايل لك قبل كده ان احتمال كبير تكون فالنتينا هي اللي اشترت التاور ده، وده بناء عن كلام كيفن فاجي لما قال ان احنا هنعرف قريب قوي من اللي اشترى الافنجرز تاور. وبعدها بنشوف باكي وهو بيركب الدراع بتاعه اللي كان جاي له من واكاندا ومصنوع من فايبرانيوم، وشكله كده عشان شغال مع الحكومه انه هيبدا يتشيز يلينا بلوفا وبقيه اعضاء الثاندر بولتس، بس شكلهم كده يا حب ان هم هيتفقوا مع بعض. والدليل على كده ان احنا بنشوفهم متجمعين في الاسانسير ورايحين يقابلوا فالنتينا أليجرا، وبتقول لهم لازم تلاحظوا ان زي ما في ناس سيئه في ناس اسوأ منهم، وهنا ده يا اما تهديد ليهم وانها مش فارق معاها لمتهم دي، يا اما هي بتحذرهم من حد اخطر بكتير منهم اللي ممكن يكون سنتري. يا ريت تبقى تقول لي رايك انت بقى يا حب في الحوار ده. بعديها بنروح لمشهد الماني شوت لما بنشوف ان الثاندر بولتس في العربيه والجيش بيهاجمهم، والريد جارديان بيقول ما تقلقوش العربيه بوليت بروف، بس ما بتطلعش بوليت بروف ولا حاجه. وبعديها بنشوف باكي يا ريس في مشهد كلاسيكي من بتوع زمان وهو بينزل من على الموتوسيكل بتاعه وهيبدا، وبيخلص الاعلان على كده. وكان اعلان حلو قوي بصراحه بالنسبه لي، ما اقدرش اقول حاجه عنه، ومش عارف ليه الناس مش متحمسه للفيلم ده حتى بعد ما الاعلان ما نزل. انا بصراحه اتحمست جدا وعجبني التجميعه دي قوي، وفعلا حسيت ان الفيلم فيه نفس الفايب بتاعت وينتر سولجر وسيفل وور، بس ما اتمناش ان نهايه ارك باكي تبقى في الفيلم ده، واتمنى ان هو يكمل معانا باقي المرحله. اما بالنسبه للنجمه اللي بتظهر جنب اسم ثاندر بولتس فكيفن فاجي قال ان احنا هنعرف القصه بتاعتها دي قريب قوي، وانا تهيألي يعني ان النجمه دي معناها ان دول الثاندر بولتس الديمون
ديمو فيرجن او لسه يعتبروا في الفاونديشن ستيج بتاعتهم. خلي بالك برضو ان ده اول اعلان للفيلم، ولسه اكيد هينزلوا اعلان تاني منه، والفيلم اصلا لسه هينزل في مايو 2025، يعني بعد فيلم كابتن امريكا اللي هينزل في فبراير 2025. يعني ممكن جدا في كابتن امريكا في البوست كريدت سين نشوف تلميح عن انضمام ذا ريد هالك في فريق ذا ثاندر بولتس، وممكن كمان نشوف ابومانيشن ينضم ليهم. وبرضه من الطبيعي ان هو كان لازم يتقدم كاركتر زيمو في الفيلم، على اعتبار ان زيمو في الكوميكس هو من اوائل المؤسسين لفريق الثاندر بولتس. فيا ترى ايه مصير شخصيه زيمو دلوقتي لو ما ظهرش في الفيلم؟ الله اعلم. ده غير كمان يا حب احب اعرفك ان في الكوميكس ديد بول كان في فريق الثاندر بولتس اصلا. فهل انت تتوقع ظهور اي حد من الناس دي في الاعلان التاني او في الفيلم اصلا، ولا متوقع ان هم قفلوا على كده ومفيش حد تاني هيظهر؟ يا ريت تعرفني رايك في الكومنتس عشان نقعد كده مع بعض ونتكلم براحتنا. وبس كده عايزين المستمع، اتمنى اكون فدتك وسليتك شويه. ما تنساش قبل ما تمشي تبقى تقول لي رايك في الحلقه في الكومنتس، وتعمل فولو على حسب انت سامعني منين. ولو انت على اليوتيوب ما تنساش تبقى تعمل سبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات عشان يجيلك كل جديد، ورايك كلمتين عشان فعلا بيساعد. كان معاكم من حسوبه توكس. سلام.